ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة قررت ان انا اشارك الفلوج بتاع يومي معاكم طبعا، وهصور يومي الحاجات اللي انا بعملها. يعني مش هصور اكيد وانا قاعدة فاضية. يومي بقى ابتدى من قبله بيوم، كانت الساعة حوالي 2 بالليل. يعني ده الكلام ده امبارح وانا بحضر التودو ليست بتاعت النهاردة. قعدت بقى اكتب التودو ليست بتاعتي على النوت دي، وطبعا الحاجات كل اللي انا كتبته ده عملته اوريدي، اصلا عملت بقى ان انا انضف الاوضه بتاعتي واحضر الفطار والشاور وتنظيف المنزل. وكمان عملت اخر حاجة ان انا اصور فيديو وامنتج كمان. يعني انا حاليا يعتبر بمنتج، واي مشهد بصوره اوريدي اصلا بمنتجه. دلوقتي بقى ايه، خلصت التودو ليست عملتها ونمت بقى. تعالوا بقى نشوف تاني يوم الصبح عملت ايه. اول ما قمت طبعا تنور الاوضه بتاعتي كده وارتب السرير بتاعي زي ما انتم شايفين كده. كان متبهدل بس اوكي ظبطته في الاخر زي ما انتم شايفين كده. وكملت ترتيب اوضتي كانت مش مترتبه، رتبتها. وعملت بقى السكين كير بتاع شعري ورتبت الاوضه اهو، وعملت غسلت اسناني بالمعجون وصليت الصبح. وبدأت بقى ايه في تجهيز الفطار. عملت بيض وجبنة وخيار. وهنا بقى يا جماعة كنت بقول لكم ان انا قاعدة ما بعملش اي حاجة حرفيا. بقول لكم ان انا بتفرج على مسلسلات هندية وتركية مع اختي. ما كنتش بعمل اي حاجة، كنت قاعدة كده وخلاص، اللي هو بتفرج وخلاص، يعني مسلمة امري بجد كده. كنت بقول لكم ان انا نفسي في اندومي كمان عشان كلته امبارح وكنت عايزه النهارده كمان. وعايزه اقول لكم كده على تركية حلوه في الاندومي: حط ملح ابيض وهو بيتسلق علشان يديله طعم حلو قوي. هنا بقى غسلت مواعين الفطار عشان ما كنتش لسه غسلتها. وكمان بحاول ان انا اشرب ميه في اليوم، شربت نص كوبايه بجد. هنا بقى جهزت اوتفيت كده علشان ايه، هنزل مشوار بسيط. طيب يا جماعة، انا جيت من بره حالا وهصلي الظهر بقى عشان الظهر اذن، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه عشان انا ما عنديش اي خطة لليوم الصراحة. حاسه يوم عشوائي كده. صليت بقى يا جماعة صلاة الظهر وخلاص، وكمان صليت العصر بقى وخلاص. ودي بقى قرأت سورة الواقعة. وعايزة اقول لكم اقرأوا سورة الواقعة يا جماعة لانها بتجيب الرزق. سورة الواقعة بتجيب الرزق. قرأتها بقى زي ما انتم شايفين كده. وما كانش بقى لسه المغرب أذن، فاكلت فشار كده. عملت فشار انا واختي وقعدنا ناكله في اوضتي بقى. وبعدها بقى ايه، وعملت بقى كوبايه الشاي بتاعتي كده السخنه، كانت جميله قوي. صليت وخلاص، خلصت وصليت العصر كمان لان العصر اذن. واتغديت وعملت كل حاجه. وعايزه اقول لكم ان الجو بقى طراوه جدا، انا مش عارفه هو بقى طراوه كده ازاي. وعملت كوبايه الشاي بتاعتي، ثانيه اوريها لكم. طبعا هي خلصت يعتبر، ما عادش فيها غير بق خلاص، شايفين بق. هشربها بقى اكمل كده. هنا بقى بدأت ان انا اعلم على الحاجات اللي انا عملتها في التودو ليست. عملت كل الحاجات اللي هي مكتوبة هنا. بعمل عليهم صح بقى، وبحب ان انا اكتب الديتيلز في كل حاجة كده في يومي، علشان لما اعمل صح بحس بانجاز. فاهمين حاجة كده؟ اصلا الفلوج خلاص انتهى، يعني خلص خلاص. هو دي اخر حاجة تقريبا عملتها في يومي. وكتبت ضن بقى. وهنا كنت بدردش معاكم كده في حاجة، اللي هو احنا كنا بنقول امتى الاجازة تيجي عشان ننزل بقى ونخرج، ودلوقتي مفيش خروج خالص، وملل في الاجازة فظيع بجد. يعني انا لو ما كنتش بصور وبمنتج مش عارفة كنت هعمل ايه بجد.